ايش رايكم؟ كيفكم؟ جاي اشتري السيارة، لكن السعر اللي ابغاها اللي كنت بزود عليها كم يوم بالمزاد. هذا مزاد السيارات. شوف كيف السيارة. بوريكم السيارات. خلينا نغير الكاميرا. هذا رينج روفر 99,000 يبدأ مزادها. هذا مزاد سيارات بالإمارات في الشارجة، 2019 موديلها. طبعا ما أدري هذه مصلحينها ولا مدعومة. سيارات هذه ورد أمريكي. طبعا ورد أمريكي ده بيكون يعني من أفخم السيارات. أنا ما أحب إلا السيارات الأمريكي صراحة. أنا جاي عشان أشتري السيارة التجارة. شوفوا كيف السيارات. يلا اللي يبغى السيارة موجود في الإمارات يبغى سيارة يكلمني، لكن السعوديين ممنوع، عشان هاي السيارات ما بتدخل السعودية عشان مصدومة، بس مكتوب فيها سيرفس بالورق حقتها فما تمشي. شوفوا المرسيدس كيف. هذه وش هذه؟ سي 300 هذه. خلينا اوريكم سعرها وموديلها. يبغى سيارة بساعده. اي حد موجود بالامارات يبغى سيارة او خارج الامارات يكون بتدخل عندهم السيارات الامريكي. شايف موديلها كام؟ 2019 53,500. طبعا هي متتباعش كده. هنا في لايتات وفي هذا ما ينفعش. لايت احمر واخضر لازم ترس عليك. هذا المرسيدس من داخل سي 300. اكيد طبعا كلكم تعرفوا السي 300. مرة فخمة، فيها بصمة وفيها فتحة سقف. طبعا ما هتخلص بالسعر هذا، مستحيل. يعني ممكن تعدي شي 70 شي 80، ما هتكون بال55 هذه الموجودة عليها. هذه هونداي موديل 19 22,500 يبدأ مزادها، يبدأ المزاد على السعر هذا. خليني أوريكم من داخل. أي أحد يكون متصدر عنده السيارات الأمريكي ويبغى يكلمني يقول لي الموديل إيش، أو يجي هو يشتري بنفسه. يعني ما أقول له أنا بشتري له، هو يجي يشتري بنفسه. أنا عليه غير أعرفه وأفحص له السيارة بنفسي، لأن أنا بفهم في السيارات. أنا بشتغل في السيارات من سنين طويلة، فبعرف الدعم إيش فيها إيش ما فيها. شايف كيف مدعومة السيارة من هنا من هذا الجنب. الشاسيه طبعا مفيش أي حاجة. هذا الباب، الباب طبعا مش هيتفتح بدون فتحة. هذه السناتة السوداء. مش حاجة عادية هذه. في سناتة بانوراما فول اوبشن. هذه 8.5، 8,500 درهم، موديل 2013. هذه ماشية 129,103 بالميل، طبعا مو بالكيلو لأنها أمريكي. قلت في الفيديو من أول. هذه التانية سوناتا بردك، لون مرة فخم هذا اللون، بس هذه عادية بردك مفيهاش بانوراما. هذه سوناتا. طبعا عشان بعرف أنواع السيارات كلها، اللي بعشقها يعني السيارات اللي بحبها إنها بتتباع بسهولة وحلو. هذه موديل 2012 8,500 يبدأ مزادها، يبدأ المزاد. هذه ماشية 133,005. هذه فيرسا سيدان نيسان عادية بدون إنجاز بدون ولا شيء. هذه إيش؟ هذه دوج. هذه نشوفها من الخلف كيف. لا هذه سيارة غريبة. هذه أول مرة أشوفها. أول ما زاد أشوف السيارة هنا هذه، بس شكلها مرة فخمة. فيها بصمة فيها كل شيء، لكن بدون فتحة سقف. أنا ما بحبش اللون الأسود أبدا، حتى لو مجاني السيارة أسود ما أبغاها أبدا. السيارات السوداء هنا تكلفك قد سعرها 100 مرة في الغسيل كل دقيقة. هذه طبعا لكزس
شغال لكم بقى الفيديو ال10 دقايق عشان اوريكم مظبوط. ادي 91,500 لانها موديل 22. هذا الموديل. وهذا هنا ماشية 52,663. هذه البي ام، انا بعشق البي ام، مرسيدس البي ام فيلكس واجن موديل 2013 والله غالية والله. اول زمان كان بتنزل سعرها رخيص بس عشان هذه فل. والله ده السقف معمول لا السقف معمول فايبر، مفكرها بنظام. هي فل دايما على طول هذه السيارة. هذه البي ام مرة فخمة بس قطع غيرها يعني نار. هنا بالامارات قطع الباب الواحد من هذا ممكن يتعدى 4000 باب بس واحد، معمولة فايبر كلها مرة غالية. يا لهوي ده يخبط في الرصيف مشكلة. هذه يتدمر. هذه كوبيه، هذه 2 باب عشان كده غالية سعرها. مفيهاش أي دعم، ما بشوفش فيها ولا دعم. شكل حد جايبها يبيعها هنا ولا ايه، لكن ما فيها رقم. شوفوا الرنجات كيف بالله عليكم. ملفوف هذا. شوف هنا فيها دعمة بسيطة هنا. شو هاي دعمة، هذا الدعمة. الفيديو لما يطلع مربوش كده فهموني ان انا ما بقاش مركزة يعني، فاصور الفيديو اسرع فممكن الفيديو ما يطلع حلو. اللي يبغى بقى ويجي انا اشوف له السيارة بنفسي انا، واللي فاهم في السيارات حيا الله اعرفه ايش يسوي ومتى يوقف ومتى يزود على السيارة ومتى يبدأ يزود. ما هيش كده بالهبالة هي. في مليون واحد بيجوا هنا المزاد يزود على السيارات. هذه المرسيدس الكبيرة هذه دعمتها. طبعا الناس اللي بتخاف من السيارات الامريكي ودعمتها مش عارفة بتكون ايه، هذا تفكير غلط. سيارات مصدومة صدمات ما تضر بالسيارة بشيء، اهم حاجة الشاسيه ما في اي مشكلة. وهذه 8 سلندر. السيارات الكبيرة الفخمة كلها موجودة هنا، كل السيارات الكبيرة. أنا بموت في الرينج روفر والمرسيدس والبي ام، من أحلى السيارات اللي أنا بحبها. وأكيد كل الناس طبعا بيحبوا هاي السيارات. نيجي بقى الأسعار اللي هي ايه رخيصة شوية. هذا اللكزس 2012 9.5 بدء مزاجها. هذا اللكزس ولا ايش السيارة دي؟ أنا مش شايفاها مظبوط، مش شكلها فل. لا كيا هذه ايش كيا 5 كي 5 هذه ايش هذه؟ هذا أول مرة أشوفها. أمريكا ولا بيجي منها في بصمة في الباب هي. أمريكا وإشارة في المراية، فيها شاشة فيها بصمة، كراسي حار وبارد. حار وبارد حار بس متبدل لها الرنجات حقتها هذه قدام بس متبدل. لا هم ممكن مركبينها بتاعت سيارة تانية تبغى لها رنجات هذه. في رنجات ترى بتتباع مستعملة نفس السيارة يعني عادي، يعني ما فيها أي مشكلة. هذه رنجاتها الأساسية هذه. الفيديو هيغلق، إذا شفت الفيديو قولوا لي أصور لكم تاني إذا تبغون يعني. هذه ألنترا، أنا ما بحبش الألنترا، اشتريت واحدة مرة 2017 جلست معي فترة لين صدرتها على البحرين والله أخذت وقت مرة معي. هذه الهوندا دي الناس بيحبوها جي تي، هذه ألنترا جي تي. أغلب الناس بيحبوا السيارة هذه عشان خفيفة واستهلاك البترول بانوراما ما شاء الله كمان. هذا فول اوبشن، هذا كرسي كهرباء. بس هذه دعمتها، شكلهم ضربنا بويا في أمريكا، ما في مشكلة. معرفش هم هنا اللي عاملينها الهبل هنا ولا مين، ما أدري. يمكن هم اللي مسوينها. مستحيل واحد يعني في أمريكا يعمل اللون ده، خرب لون السيارة كده.